السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض الغدا الجميل ده. هنعمل مع بعض شويه الكبده الحلوين دول، وكمان هنعمل الكرشه، وهقول لكم على سر خطير نضفت بيه الكرشه وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفين. يلا بقى، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف معانا ايه النهارده. معانا الكرشه دي كرشه ضاني زي ما انتم شايفين، نضفتها بمكون خطير جدا ومن غير تعب، هتطلع معاكي زي الفل زي ما انت شايفه كده وبدون مجهود. المكون ده عباره عن معلقه من الشبت. هتروحي عند بتاع العطاره، هتقولي له عايزه ب5 جنيه شابه، وتكوني جايبه الكرشه بتاعتك. طبعا تكون مش متنضفه، لان بصراحه الناس ما بقاش عندها امانه. بصراحه لما بنجيب الكرشه متنضفه ما بنبقاش ضامنين هل هي متنضفه كويس ولا متنضفه بايه. فاحنا عايزين ننضف كل حاجه بايدينا، وما تقلقوش مش هتتعبوا. بصراحه المكون ده خطير جدا، وهينجز معاكي الكرشه في وقت قليل، وهتطلع معاكي زي الفل زي ما انت شايف. زي ما قلت لك كده، هتجيبي ب5 جنيه شابه، وهتمسكي بقى شويه ميه كده حلوين في الحله وتسخنيهم بحيث ما يغلوش قوي، احنا مش عايزينهم يبقوا سخنين قوي. وهتحطي معلقتين كبار من الشابه، وبعد كده هتضيفي الكرشه بتاعتك. انا بصراحه كنت عايزه اصور معاكم ازاي انا نضفت الكرشه، بس بصراحه الجو حر، ويعني التنظيف مع الحر ده بيبقى صعب جدا، فقلت انا هقول لكم ومره تانية اصور لكم ان شاء الله تنظيف الكرشه ازاي بالشابه. بس زي ما قلت لكم، وبعد كده خلاص بتنضف معاكي بمنتهى السهوله. ما بتطلعيها من الميه الدافيه دي من الشابه، بتمسكي بقى بايديكي، حتى مش هتحتاجي لا سكينه ولا حاجه، هتنضف معاكي. وبعد كده تنقعيها بقى في الملح او الليمون زي ما انت شفتي كده، وبعد كده تشطفيها شطفتين حلوين وتصفيها في المصفى بتاعتك، وهتبقى معاكي زي الفل. انا بعد كده جبت بقى حله وحطيت فيها ميه، وحطيت فيها ورق لورا وفلفل حصى وبصل وملح، وبعد كده سقطت فيها بقى الكرشه بتاعتي علشان نسلقها. زي ما انتم شايفين مش محتاجه ان احنا نحطها في ميه ونرمي الميه ولا اي حاجه، لان هي كانت نظيفه بصراحه ومش محتاجه اي حاجه. وانا هوريكي وانا بطلعها من الحله عامله ازاي. عبال بقى ما الكرشه بتاعتنا بقى تستوي او تتسلق، يعني هنبتدي نعمل التخديعه بتاعتها او الصلصه. انا جبت هنا حله وحطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، ونزلت عليهم كده ببصلايه صغيره، طبعا عشان عندي هنا كميه الكرشه مش كتير. وبعد كده نزلت عليهم بفصين من الثوم المهروس وحته من الفلفل الحار كده، وبدات اقلبهم. بعد كده نزلت عليهم بالتوابل، بابريكا وملح وفلفل وكمون وبهارات، ومع نص معلقه من الصلصه، وقلبتهم زي ما انتم شايفين كده بالطريقه ديت. ومش عايزين التوم طبعا يتحمر معانا ولا حاجه، احنا عايزينه ايه، يا دوب كده يشم النار. بعد كده نزلت بقى بشويه طماطم كده مضروبين في الخلاط، وسبتها بقى لحد ما الصلصه تتسبك معايا زي ما انتم شايفين، ولونها خطير طبعا عشان انا حطيت بابريكا وحطيت صلصه او صلصه طماطم يعني. زي ما انتم شايفين لونها خطير جدا. هبتدي بقى اخد الكرشه بتاعتي وانزلها في الصلصه علشان تغلي كده غلوتين مع الصلصه وتتشرب من الصلصه ويبقى لها طعم جميل. وهتشوفوا الكرشه طالعه من ميه السليق عامله ازاي زي ما انت شايفه. وقلت لك جربي بس وعلى مسؤوليتي، وعايزاكي لما تجربي تقولي لي في التعليقات رايك ايه في طريقه تنظيف الكرشه بالشبه. المكون ده سحري جدا وامن، يعني صحيا، يعني لا هتحطي بقى ملح ليمون ولا هتحطي خل. وعايزه اقول لكم كمان ان موضوع الخل ده بيثبت الزفاره، وكمان بيثبت الطبقه اللي بتبقى على الكرشه دي ما بتطلعش بسهوله. فموضوع الشبه ده بصراحه يا جماعه خطير جدا جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. هنبتدي بقى ناخد ننشل الكرشه من الشوربه بتاعتها، ونبتدي ننزل بيها في الصلصه ونقلبها كده، ونديها حوالي ربع كوبايه من الميه، ونسيبها بقى تغلي مع بعضها كده قيمه ايه 10 دقايق ربع ساعه، لحد ما تتشرب الكرشه من الصلصه وتاخد الطعم الجميل بتاعها ده. زي ما انتم شايفين لونها حلو قوي. وطبعا في الوقت ده لو حابين تضيفوا حمص طبيخ تقدروا تضيفوا، انا ما كانش عندي، وبصراحه الكميه كانت صغيره فمش محتاجه ان انا بقى اشتري حمص ولا حاجه. وهم كده كده هياكلوا الكرشه، يعني اي حد بصراحه بيحب الكرشه هياكل الكرشه وهيسيب الصلصه ومش هيهتم باي حاجه تانية معاه. هبتدي بقى انقلها على العين التانية علشان نعمل مع بعض الكبده بتاعتنا. عندي هنا كبده ضاني، والكرشه كمان كانت ضاني. قطعتها زي ما انتم شايفين، قطعت الحلويات لوحدها اللي هي الكلاوي والقلب والحاجات اللي بتبقى معاها، والكبده لوحدها. وعندي هنا حته ليا، اللي هي دي مش ليا ضاني، اللي هي دي كده كنت انا بعمل كفته جملي، والجزار اداني الحته دي بقيه الميزان،
فانا خدتها وقلت ايه استفيد بيها، فروحت قطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، وجبت الصينيه بتاعتي وحطيتها على البوتاجاز تسخن، ونزلت بيها بقطع اللي هي زي ما انتم شايفين عشان تتسلي معايا او تسيح، علشان نستفيد بيها ونعمل بيها الكبده بتاعتنا وتديها طعم جميل. طبعا انتوا عارفين الكبده بتحب الليه، وخصوصا لو ليه ضاني كانت هتخليها طبعا خطيره وفي منتهى الجمال. هنسيب بقى اللي هي كده تتسلي او تسيح زي ما احنا شايفين لحد ما تسيح كمان شويه، بحيث ما تبقاش باينه قوي مع الكبده. وبعد كده هننزل باول حاجه اللي هي الكلاوي والقلب والحلويات، علشان دول بياخدوا وقت في السوى عن الكبده. زي ما انتم شايفين اهوت هننزل بيهم. هنا عندي الكلاوي والقلب وشويه الحلويات اللي بتبقى معاها، هبتدي اقلبهم تقليبتين حلوين كده علشان يتشربوا كده من اللية ومن الزيت، وكمان علشان يتشمعوا وما ينزلوش ميه ويستووا كمان معايا بسرعه. وطبعا احنا عارفين كلنا وشاطرين ان الكبده ما بتاخدش وقت، فاحنا طبعا بننزل بالحاجات اللي هي سواها اصعب شويه الاول عشان تستوي، وبعد كده ننزل بالكبده بتاعتنا. طبعا ما ننساش بقى فصين الثوم، وما ننساش الفلفل بتاعنا الجميل علشان يخلي الكبده بتاعتنا طعمها حلو. زي ما انتم شايفين كده انا بوريكم عبال ما الحلويات تستوي كنت بقطع قرن فلفل بس هو ما طلعش حراق قوي يعني، وقطعت كمان معاه قرن رومي. وهبتدي اقلب بقى، وبعد كده اضيف شويه من الثوم، فصين حلوين كده مدقوقين من الثوم علشان يخلي ريحه الكبده بتاعتنا حلوه، وكمان يديها الطعم بتاع الكبده اللي احنا عارفينه كلنا ان الكبده لازم بتحب الثوم وبتحب كمان الكزبره الناشفه. بس انا هنا نسيت والله احط كزبره ناشفه. بعد كده هنزل بالتوابل، عندي كمون وبهارات وعندي فلفل وملح، وبعد كده هحط شويه من السكر، قصدي شويه من الشطه علشان الفلفل بتاعي ما كانش حراق قوي فحطيت شويه من الشطه. بعد كده هقلب كويس قوي قوي لحد ما يحس ان خلاص بدات تخش في السوا. وزي ما انتم شايفين الصوص بتاعها جميل ازاي وما نزلتش معايا ميه، علشان خاطر النار عندي هنا حاميه. لازم تبقوا معليين النار علشان تاخد الصدمه والانسجه بتاعتها تلم بسرعه وما ما تنشفش مننا زي ما احنا عارفين طبعا كلنا. هبتدي بقى اضيف الكبده واقلب برضو وبحرص جدا. زي ما انتم شايفين انا بجيب الحاجات دي على جنب علشان افضي مكان للكبده، بحيث المكان ده يبقى فاضي ما فيهوش حاجه تخلي النار توطى، وكمان النار تبقى عاليه في المكان ده فاضي. فاول ما ننزل بالكبده على طول الكبده تتشمع معانا ومسامها تقفل وما تنزلش ميه وما تنشفش مننا. زي ما انتم شايفين خلاص كده بدات تدخل في السوا، هبتدي اقلبها تقلبتين وبعد كده اطفي عليها النار، ويبقى كده خلصنا الغدا بتاعنا. زي ما انتم شايفين غدا خطير وطعمه في منتهى الجمال. يعني افكار حلوه للاكلات، تقدري تعملي كل صنف من الاصناف دي في يوم لوحده، مع سلطه ومع رز مع عيش مع طحينه زي ما انت عايزه بقى، او بتنجان مخلل، ليكي الاختيارات. زي ما انت شايفه تقدري تعملي الكرشه لوحدها، تقدري تعملي الكبده لوحدها. وانا عن نفسي انا بفضل يعني الحاجات دي اغمزها بالعيش، ما احبش لا اعمل معاها لا مكرونه ولا رز ولا اي حاجه. بس طبعا كل واحد حسب مزاجه يعني وعلى حسب ما يحب ياكل. انا ما عملت معاها عيش، ما عملتش معاها رز ولا مكرونه. بصراحه الاكلات دي حلوه ولها طعم وعايزه تتغمز، مش عايزه تضيع في الرز والمكرونه، عايزين نغمزها يعني. واحنا بنحب العيش كمصريين، بنعشق العيش وبنحب نغمز. زي ما انتم شايفين كده لونها خطير وطعمها في منتهى الجمال. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الغدا بتاع النهارده، وقولوا لي على افكار اي حاجه انتوا عايزين اعملها لكم، ان شاء الله انفذها لكم باذن الله. وانتظروا الفيديوهات بتاعتي، ويا رب يا رب كل الفيديوهات اللي انا بقدمها تكون عجبتكم. ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش تشتركوا وتحطوا لايك للفيديو، وما تنسوش الكومنت الجميل اللي بصراحه بيفرحني. ويا رب يا رب كل الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم على خير دايما في فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.